3 انواع باذواق مختلفه بعجينه واحده في وقفه، وانت تهنيتي من حلوه العيد. تجي من اروع ما يكون، تقطع كميه كبيره وتجي شيشه ياسر. روحوا المقادير: 250 غرام مرقرين، كاس سكر ناعم، نصف كاس زيت، 3 حبات بيض، فانيليا ورشه تاع الملح. نخلطوا هذا المقادير جيدا حتى يصبح القوام كريمي بهذا الشكل. ضفت له كاس الا ربع سكر ناعم، كاس فرينه وملعقه صغيره خميره الحلويات. نخلط جيدا ونقسم هذا الخليط الى 3. الجزء الاول راح ندير به الصابلي، لميتو بالفرينه عادي حتى نحصلوا على عجينه طريه. القسم الثاني زدت له الكاوكاو، 3 ملاعق كبار كاوكاو، ونلموه بالفرينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه ما تنشفوهاش. واما النوع الثالث زدت له ملعقه ونصف كاكاو وعطر الكراميل، ونلموه بالفرينه. وخلي العجينه تاعك طريه ما تنشفيهاش، كما عارفين الكاكاو يتشرب من بعد. العجينات تاعنا رايحين نغلفوهم بغلاف شفاف من عند كينغ. ضروري هذه المرحله باش العجينه تاعك ما تنشفلكش كي نكونوا نخدموا في النوع الاول. راح نبدا بتاع الكاكاو. نحتاجوا ايضا ورق طهي، انا استخدمت هذا يا كينغ. جربوا هذه نوعيه هايله، خصوصا هذه كما راكم تشوفوا مقطع قاضي صالحه، تجي على السنيوات قد تاع 30 على 40. وزيد ما يلصقش. فتحت العجينه تاع الكاكاو، طبعتها على شكل دائري، ومن بعد نبدا بالعجينه تاع الكاوكاو اللي فيها الكاوكاو، طبعتها على شكل هلال. نتوما اطبعوا بالشكل اللي حبيتوه. وهذه تاع الصابلي هي الاخيره، لانه الاولى فيها الكاوكاو الزوجه الكاكاو هذوك ينشفوا. هنايا هذه طبعتها بهذا الطابع، وضروري هذا الطابع اذا طبعتوا به كل مره ديروه في الفرينه، هكذاك مش راح يلصق لكم. اذا لصق لكم نحوه بهذه الطريقه. لصقت كل 2 حبات مع بعضهم بالمربى، وزيت من الوسط بالمربى. والنوع الثاني راح نحضروا هذه الكريمه، راح نكتب لكم المقادير تاعها في الفيديو ظاهره كما راكم تشوفوا. راح تحصلوا على اروع كريمه تلصقوا بها الحلوى تاعكم بهذه الطريقه. والتزيين راهو موضح. نصف الحبه دهنتها بالمربى ودرت لها الكاوكاو، واما النصف الاخر راح نغلسيه بشوكولا بيضاء ودرت لها خطوط ايضا بالشوكولا البيضاء. النوع الثالث راح نديروا له كريمه زبده، ايضا راح نكتبها لكم. نلصقوها بهذه الطريقه في الوسط. درت شوكولا وخلاص نغلسيهم بالشوكولا بالحليب. كل 100 غرام ديروا لها ملعقه كبيره نتاع زيت، والتزيين اكيد يبقى اختياري. وهنايا باش نصور لكم الشكل النهائي، مسحت البوطاجي تاعي ولمعته بالبابي هذا تاع كينغ، راح يعطيكم لمعه هايله للبوطاجي تاعكم. وهذا هو شكلهم النهائي، ساهلين بنان، وكل نوع يجي مختلف تماما على النوع الاخر من ناحيه الذوق. وهنا نقسم لكم الحبات تشوفوها. شوفوا العجينه كيفاش راهي شيشه بنينه، جربوها، انا اكيده حتعجبكم. هذا المقدار تاع 250 غرام مرقرين خرج لي 40 حبه. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو. السلام عليكم.